ومسنين من تحت الركام بعد مرور أكثر من أسبوع. شفنا آيات الله على الأرض، وإزاي القدر حول أكثر من 30 مليون مواطن إلى ضحايا ما بين مشردين وشهداء ومفقودين. شفنا سوريين خرجوا من بلادهم تحت تأثير الحرب الإرهابية الداخلية اللي شنها أعداء سوريا، ورجعوا جثث من معبر باب الهوى عشان يدفنوا في بلادهم. 10 أيام كانت كفيلة أنها تنبه الغافلين وتيقظ النائمين وتحيي ضمائر المغيبين، وتأكد للجميع أن الوطن هو أغلى الثروات، وأن الحفاظ عليه هو الحقيقة الوحيدة في ظل غدر السياسة وتقلبات الطبيعة وانهيار الدنيا في غمضة عين. عاوزين واحنا قاعدين كده تحت البطاطين في الوقت اللي اخواتنا في سوريا وتركيا بيموتوا من البرد القارس بعد ما ذهب عشرات الآلاف ضحايا الزلزال المدمر، عاوزين ناخد الدروس والعبر من اللي جرى واللي حصل. يا ترى الدنيا كلها على بعضها تساوي ايه؟ 40 ثانية بس مدة الزلزال اللي روع الدنيا ودمر البيوت ودفن البشر تحت الأنقاض وخلى العالم كله يبعت معداته وفرق إنقاذه عشان يغيث من اختفوا في باطن الأرض. يا ترى فكر القادرين اللي بيكتنزوا الثروات، فكر القادرون اللي بيكتنزوا الثروات وبيعيشوا مظاهر البذخ في كل حاجة في حياتهم، فكروا إن هزة واحدة من الزلزال ساوت بين الأغنياء والمعدمين. الزلزال ما فرقش بين بيوت البشر، لا غني ولا فقير، لا حاكم ولا محكوم، الكل سواسية والضرر على الجميع. ده اللي بيخلينا دايما نخاطب القادرين ونقول لهم ما تنسوش إخوانكم الفقراء أو البردانين، مش لاقيين بطانية يتلحفوا بيها، الجوعانين وفي أشد حاجة لمن يوفر لهم الغذاء، المرضى في أشد حاجة إلى العلاج، اليتامى اللي محتاجين دور رعاية تقويهم ويد حنينة تمتد إليهم. طبعا كتير من القادرين بيعطوا في السر لوجه الله وليهم مساهمات كبيرة في صندوق تحيا مصر وكتير من المشاركات الاجتماعية، لكن احنا بنتمنى على كل قادر أن يكون له دوره الفعال في خدمة مجتمعه والطبقات المهمشة